السلام عليكم طلاب. بخصوص كلام رئيس اللجنة، رئيس اللجنة منع مدى الطب اللي قال لازم الوزارة تجيب أسئلة صعبة والأسئلة دقيقة وشاملة، شاملة للفرع الأحيائي حتى تنزل معدلات، يعني تقل المعدلات. يعني هذا كلام ما له معنى أبد طلاب، ما له معنى. يعني طبعا هذا الفيديو عمل ضجة وتوتر بعض الطلاب كالعادة. هيج توتر هيج كلام راح يصيب الطالب يأذيه ويشوف، يعني يقول هذا الطالب أني راح تجي أسئلة صعبة ما أعرف أجاوب، يعني ظل يفكر. فأنت ابعد وسائل، يعني أي وسائل أخبار مسيئة لك لا تسمعها. وطبعا أني يعني هميا ما يصير أنشر الفيديو، فقلت لازم توضح للطلاب حتى الطالب يعني ياخذ احتياطه من ناحية أي شيء. فأنت ادرس منهجك وادرس الوزاريات، والله ما يجي أكثر من ذني. وطلاب مثل هيك إشاعات وهيك تصريحات وهيك سوالف هتشبعون منها، والله كل واحد يجي ويحكي على مزاجه. يعني كل واحد يجي يقول هذا الشيء وهذا الشيء، ما يعني من يتأذى؟ أنت اللي تتأذى. أنت لا تسمع الكلام، يعني مجرد تصريح قال يعني لازم الوزارة تسوي. لا، الوزارة يعدها على ضوء المنهج، تجيب لازم وزاريات، تجيب يعني من ضمن منهجك، ما تخرج خارج. يعني تجيب لك سؤال خارجي، لا شيء أكيد. يعني إذا أنت شفت تغيير رقم بالسؤال تقول هذا سؤال خارجي. إذا شفت تغيير تقديم، يعني إذا كان مجهول صار معلوم والمعلوم صار مجهول، هذا خارجي. لا، بس بدلك بالمعطيات أو بالكلام أو بالأرقام، هذا مو خارجي. إن خارجي إذا جاب لك فكرة صعبة أو فكرة يعني ما خارجية، هذا تقول عليه خارجي. يعني كل هذه الإشاعات وهاي السوالف راح تتعبون منها، ولا تتابعون أي خبر. وأني تعديت عليكم من نشرت هذا الفيديو، إن شاء الله راح أمسح وما بقي، بس قلت خلي أنشره ليسمعونه وراح أمسح وما أخلي بالقناة. وهذا الكلام ما يحرك ساكن أبد. مثل كل سنة الأسئلة تيجي وزاريات ومنهجية يجاوب عليها الطالب منه الدارس والفهم المادة. أما يعني الما دارس، وأكيد راح تكون شنو يقول هاي أسئلة صعبة. فالطالب فالطلاب اسمعوا مني، أخذوا هذه الكلام من أخوكم. هاي السوالف والتصريحات ما راح تنتهي أبد، لا اليوم ولا باكر ولا بعده، لا ما تخلص امتحانات وزاري أنت راح تسمع يعني راح تسمع كلام يأذي الطالب ما ينفعه. ما بالله نهار سمعتوا نزلوا كلام يفيد الطلاب، قالوا هي فلان شي فلان، يعني بس أذية. يعني هم قايتهم يخلون الطالب بشدة وبتوتر، ويقول يعني ما يرتاح، لازم ما يرتاح. هسه هذه أنا الطالب بس شو يسوي؟ إلكتروني الطالب خاصة السادس يخليه يداوم إلكتروني، يعني شيء ما لا خيال له. فلازم تتعلم انت، ما تصدق هي سوالف ابد. واخر كلامي يعني اقول لكم قوانين وضع الاسئله الوزاريه ان تكون منهجيه وزاريه فقط، يعني مختصر كلام كل هذا السوالف. لازم الاسئله الوزاريه تكون منهجيه ووزاريه فقط. وانا اخوكم الطالب سادس علمي احياء يمنا، وان شاء الله التوفيق للجميع. ولا تهتمون على هذا الكلام، انتبهوا الى دراستكم واقرأوا وزاريات، خاصة الوزاريات. طبعا الاسئلة يعني الاسئلة دائما تجي من الوزاريات، فانت اضبط المنهج مالتك، وكل موضوع تدرسه ادرس وياه وزارياته، واحنا نسوي اللي علينا والباقي على الله. يعني منين راح يجيبون من المريخ؟ أسئلة من المريخ ما يقدر يجيبون، يعني أسئلة خارج المنهج من ضوء منهجك. فأنت لازم تدرس وتتعب وتحقق مرادك، وإن شاء الله كل طالب يتمنى يعني يحقق ما يتمناه. وأي شيء تحتاجونه من ناحية شيء اكتبوا بالتعليقات، وإن شاء الله أقدر عليه أسوي لكم طلاب. أي شيء تحتاجونه نزلوا بالتعليقات. وهذا الكلام ما عليكم منه، وأنا الفيديو إن شاء الله راح أمسحه وما أخليه. هذا الكلام اللي نزلته حتى ما يأثر على الطلاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.